بان التنميه لن نحققها بلا قرايه. ما كاينش شي بلاد في العالم تطور. الاخ عبد الله بن تهضر على اليابان، السي عبد الجبار هضر على الصين. هاد الناس هادو من مولد قراو لا بد من القرايه. دابا حنا راه تنخرجوا للمجال، كل ما جابوا لناش البومبات ديالنا يمكن ما غاديش نبدا نجبدوا الماء من تحت برا، غنبقاو غير على الحبل والدوب. لماذا لا بد من المقروءيه؟ النية تقتضي المقروءيه والمعرفه والعلم. الاستاذ شار المساله ديال التنافس. نحن نعيش في عالم في قريه صغيره اللي في الصين ولاو تيسمعوا البرغه ديالنا حنا في المغرب. البرغه اللي تتقام ب 16 ريال ولا 2000 ريال تيسمعوها الصينيين وتيبيعوها ب 600 ريال. بمعنى نحن نعيش في عالم فيه منافسه قويه جدا، نعيش في عالم العولمه. كاين العولمه، السوق طاغيه في العالم. تتخرج تتبعدوا دي بورطابل اللي عندنا اللي محطوطين في امريكا تيتباعوا حتى في المغرب. يعني راه السوق منفتح كله. بمعنى باش نحققوا هذه التنميه هذه خصنا اليوم نفكروا جيدا وجدا في النوع ديال الناس اللي غادي يقودوا السفينه، لانه هو السياسي. ولا بدا من نقطعوا مع صاحب الشكاره. انا باش نقول لك بالثقافه الاعيان هو صاحب الشكاره اللي تيقلب على مصلحه خاصه ديالو. حنا راه ما تنقولوش نمرروا شي خطابات، ولكن هذه مساله اساسيه. وان ننظر لمساله التنميه على انها مساله مشروع مجتمعي ديالنا جميع. فعلا كاينين برامج ديال التنميه في المغرب. اليوم المغرب ماشي حديث العهد برامج ديال التنميه، ولكن ما يعاب على برامج التنميه في الدول المتخلفه هي ان تتخذ الوقت قصير في التخطيط باش نوجدوا ليها ونحضروها ونقولوا شنو خصنا نديروا غير وقت واجد. اليوم احنا سالينا، ولكن في التنفيذ 20 عام ولا 60 عام ديال التنفيذ. وهادشي تنشوفوا، هادشي حنا تنعيشوا. ولكن العكس، المنطقي العكس خصو يكون. خصنا نفكروا جميع ونتشاركوا جميع، تكون ما يسمى سماع والسكرس ديمقراطيه التشاركيه. نتشاركوا جميع، نحطوا برامج جميع. راه كاينين في وسط منكم ناس يحملون افكار لا يحملها علماء، ولكن اذا كان الانصات لبعضنا ونحطوا لنا مواضيع ديال التنميه، اذا ما كانتش من باتقه من العقليات المحليه راه ما يمكنليش نجيب لكم شي حاجه ناجحه في الصين ونقول لكم راه غادي تنجح في الرسامي ولا غادي تنجح في الرشيديه ولا غادي تنجح في شي حاجه اخرى. لا بد البرامج ديال التنميه تكون تتماشى والعقليات والثقافه المحليه، ولا بد من استحضار محلي في اي برامج ديال التنميه واشراك الجميع في اختيار المشاريع. فعلا المنطقه زاخره، ولا نظن ان هذه التنميه هي غادي نطوروا غنديروا السياحه، غادي نعطيو للناس ديال السياحه الفلوس. لا، هي افكار خارجه على المعتاد، ماشي شي افكار. نعطيكم انا مثال ديال قريه في تونس كانت عرفت عند البرومو اللي خرجوا منها الناس، هاجروا منها الناس. الدوله بمساعده مجموعه من المنظمات اجنبيه، وهذه مساله مهمه فاش الاخ عبد الله بن على طاقات اجنبيه. كاين الطاقات الاجنبيه على المستوى الوطني ولا على المستوى الاجنبي يحملون عده افكار قيمه في المجال ديال التنميه باش تخلي هاد الناس هادو ما يهاجروش ديك القريه. جاب لهم غير عنصر جديد، ضافت غير عنصر واحد في الجانب التقني وهو استعداد النعامه. جاب لهم هذوك المناطق لان كاينه امكانيه تعيش فيها النعامه وعطاتهم النعامه. ضروا هذوك الناس اللي كانوا تهاجروا عاودوا رجعوا، لان النعامه كلشي تيتباع فيها، تيتباع العيش، تيتباع البيت، تيتباع الحال، تيتباع الى اخره. بمعنى ان التنميه ماشي اننا نقلبوا الفلوس، اننا نديروا 50 اوطيل ولا 60 اوطيل. هي افكار جديده، نحملها افكار جديده، وخص هذا المشروع هذا يكون مشروع مجتمعي ونفكروا فيه جميع باش نحاولوا ننجحوا. كما غير واحد المساله اللي اساسيه، واحد الميزاج بغيت ندوزو. النقاش حاليا اللي كاين على الجهويه نقاش صحي وجدي، وانا اتفق مع الاخوان في وزاره واتفقوا مع الاخوان في تنغير. وهذا التخوف لا بد تحضر هذا الجانب. انا شخصيا انادي بجهويه متعدده الاقطار حتى لا نسقط في جهه فيها واحد الجهه بيان ديفلوبي مدينه بيان متقدمه مزيان ومناطق اخرى متباعده. كاينين الا شفنا الجهه ديال الجنوب الشرقي كاين يمكن الصناعه السينمائيه غاديه مزيان في ورزازات، التجاره غاديه مزيان في تنغير، الرشيديه ممكن نديروا فيها ما هو سياسي. نديروا جهه متعدده الاقطار باش نحققوا هذا التكامل ما بين الجهه وتكون واحد الحركه الداخل ديال الجهه، وما يحس حتى شي واحد على انه منطقه مرميه اكثر من الاخرى. وشكرا.